ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنتكلم في موضوع مهم جدا وحساس، موضوع زيادة القروض في الاسكان الاجتماعي. الفيديو ده مهم لاي حد داخل ضمن الاعلان ال 14 او اي اعلان سابق، ولازم نفهم كل التفاصيل قبل ما اي حد ياخد قرار. ولو اول مرة تشوف القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس واعمل لايك وشير عشان غيرك يستفيد. اولا، الإعلان ال 14 الفايدة الجديدة. البنوك بدأت مؤخرا تعيد حسابات القروض للناس اللي ضمن الإعلان ال 14 وبعد الإعلانات السابقة بسبب القرارات الجديدة بخصوص الفايدة. التعديلات ممكن تشمل المقدم اللي دفعته، الأقساط الشهرية أو السنوية، وإعادة حساب الفايدة بحيث تتوافق مع القرار الجديد. الموضوع ده مهم جدا، خصوصا إن القراصات والشروط الأصلية كانت محددة الفايدة بنسبة 3%، لكن بعض البنوك طبقوا نسب أعلى على بعض الأشخاص زي 7% أو أكتر، وده بيعمل فرق كبير بين الناس اللي قدموا بنفس الإعلان. طب طريقة حساب الفايدة بالتفصيل. الفايدة مش ثابتة لكن متناقصة على مدار السنوات حسب الأقساط المتبقية. مثال للتوضيح، لو المبلغ المتبقي عليك 200 ألف جنيه، السنة الأولى هتتحسب عليها الفايدة. لو دفعت 20 ألف جنيه السنة دي، السنة اللي بعديها الفايدة هتتحسب على 180 ألف جنيه، وهكذا كل سنة المبلغ المتبقي يقل والفايدة تقل تلقائي. ده يعني إن الفايدة بتتناقص كل سنة مع انخفاض الأقساط، وده جزء طبيعي من نظام التمويل العقاري. فالنصائح مهمة قبل استلام الشقة: ما تحاولش تسحب الشقة بسبب الزيادة، لأن ده هيخليك تدفع أكتر بكتير، وأحيانا الفرق بسيط جدا مقارنة بالأسعار الشقق في السوق. الزيادة ممكن تتراوح من 20 ل 30 ألف جنيه حسب المقدم والمبلغ، لكن المقارنة بالسوق أنت لسه مستفيد جدا. الالتزام بالعقد وكراسة الشروط هو الحل الأمثل عشان ما تقعش في مشاكل مستقبلية. مهما كانت الزيادة بسيطة، هي جزء من التنظيم الجديد للفايدة، مش لازم تخاف منها أو تقلق قبل ما تشوف الحسابات النهائية. طب اللي مطبق عليك قرار واللي مش مطبق عليك قرار. الفايدة الجديدة هتطبق على الناس اللي لسه ما مولوش أو ما وقعوش العقود بعد التعديلات. الناس اللي اتعاقدوا بالفعل وحطوا الأقساط مش هيكون عليهم أي تعديل في الأوراق اللي موقعة. لو أنت ضمن الإعلان ال 14 لسه ما مولتش، القرار الجديد ممكن يشملك. فملاحظات مهمة عن البنوك والفايدة: بعض البنوك بدأت تطبق التعديلات بالفعل، وده طبيعي جدا في أي عملية تمويل عقاري. الفايدة متناقصة مش ثابتة، وده أمر طبيعي جدا حسب طريقة حساب الأقساط والمبلغ المتبقي. متابعة البنك أو حسابات القرض خطوة مهمة جدا عشان تعرف بالظبط هتدفع قد إيه كل سنة. أي اختلاف بسيط في الفايدة بين بنك وآخر غالبا بيرجع لطريقة الحساب، لكن الهدف النهائي هو تحقيق العدالة لكل الناس. فمقارنة الأسعار والفايدة، لو قارنا الأسعار بعد مع السوق الحالي هتلاقي إن الشقة لسه سعرها مناسب جدا. ومفيش داعي للقلق أو التوتر، حتى لو زيادة 20 أو 25 أو 30 ألف، ده أقل بكتير من أسعار الشقق في السوق الحر اللي ممكن توصل ل900 أو 950 ألف جنيه. مع الصبر والمتابعة أنت لسه مستفيد جدا من الإعلان ده، وما تقلقش من زيادة بسيطة لأنها أقل من السوق بكتير. فتوضيح طريقة احتساب الفايدة المتناقصة بشكل عملي: السنة الأولى الفايدة على كامل المبلغ المتبقي. السنة التانية الفايدة على المبلغ بعد الخصم الأقساط المدفوعة. السنة التالتة والرابعة نفس الطريقة، كل سنة المبلغ المتبقي، وبالتالي الفايدة تقل. ده معناه إن كل سنة هتحس بفرق حقيقي في قيمة الأقساط، وتحس إنك بتدفع أقل مع مرور الوقت. فنصايح عامة: فالصبر مهم جدا، ما تشيلش هم زيادة بسيطة، كل شيء هيتظبط مع البنوك والفايدة هتتطبق بطريقة عادلة للكل مع الوقت الحالي. التزم بكراسة الشروط والعقد، ده بيضمن لك حقوقك وبيبعد عنك أي مشاكل مستقبلية. فلو عندك أي سؤال أو استفسار اكتبه في الكومنت وهرد عليك أو هرد عليك في الفيديوهات الجاية. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل وعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لغيركم. وانتظرونا في أي تحديث جديد ينزل من الإسكان، هنطلع على طول نشرحه في فيديو.